بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أول ما الراجل يعرف يقوم بدورين ويتقن التمثيل وهو بيبكي ودموعه نازلة من عينيه يعرف يضحك الناس، وياخد في المسلسل ولا في الفيلم بدل الدور 3، دور الواد وأبوه وجده كمان، يعملوا منه فنان ويحبوا انهم يكرموه، فيعملوا له مهرجان، وعلى المهرجان يودوه ويصوروه ويحتفلوا بيه ويقدموا له هدايا ومكافآت. أكرموا الممثل بدرجات عالية وبطرق متنوعة. ولما يكون في واد سريع حبتين وعنده سرعة بديهة وبيعرف يتوقع اللي قدامه هيشوط ولا هيباصي، ويعرف يقطع الكورة ويعرف يشوط وكمان يجيب جون، يعملوا ايه؟ يعملوا له كاس عالم ويقولوا له تعالى بالفريق بتاعك واشترك، واول ما يفوز يدوا له الكاس. ساعتها بقى يقيموا الحفلات وهيصة. ليه؟ ده يعملوا تيشيرتات ويحطوا صورته عليه والرقم بتاعه كمان. العالم بيعرف يكرم خاصته، ممثل كان ولا لعيب كورة. والكنيسة لازم تكرم خاصة ربنا. لما تبقى في كنيسة على اسم كنيسة مين شفيع البيعة بتاعكم، تقول لي ماري جرجس يا ابونا. طب ما تكرم ماري جرجس يا أخي. مش عارفين نكرم القديس. دي الخيبة بتاعتنا دي. ده حد تبع ربنا، حب ربنا، قدم نفسه كاملة لربنا وربنا بيكرمه. أصلا ربنا قال إيه؟ أكرم الذين يكرمونني. وإن كانت السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أمال كان بالأولى واحد زي ماري جرجس. ليه إكرام كبير في السماوات فوق، الملائكة تديله تعظيم سلام. الملائكة أليس جميعا أرواحا خادمة لأجل العديدين أن يرثون ملكوت الله؟ الملائكة أرواح خادمة. يعملوا إيه مع ماري جرجس؟ يكرموه. وإحنا في الكنيسة هنا مديونين قوي لإكرام القديس الشهيد الجميل ده ماري جرجس الروماني. الكنيسة عملت له بدل العيد 2، 1 في 1 5، ده عيد استشهاد القديس. والنهارده تكريس الكنيسة اللي في اللد. عايزين نكرمه. والنهارده في العشية بتاعته عايزين نطلع بره كده واحنا ماشيين نكون اتعلمنا حاجتين: ازاي نكرم القديس الشهيد ماري جرجس، وليه ماري جرجس قديس؟ ايه اللي عمل ماري جرجس قديس؟ انا نفسي نبقى قديس. تصدق حد في الكنيسة هنا نفسه يبقى قديس؟ عيانين يعلم الله. خد الكلام على حالك. في حد في الكنيسة هنا نفسه يبقى قديس؟ قول أنا. خد الكلام على حالك بقول لك. يبقى أنا نفسي أبقى قديس. طب ما أنا أشوف ماري جرجس إيه اللي عمله ماري جرجس علشان يبقى قديس، ونكرمه ونقوم بالدور على أكمل وجه ونكرم القديس. لو جيت بصيت على لعيب من اللاعبين الكرة الجامدين اللي معروفين لدى الأطفال الصغيرة، الأطفال الصغيرة دي عارفة أسامي اللعيبة المشهورة ومعروفين. قول لي بقى، لما العالم أجمع يعمل هيبة وشنة ورنة للعيب كرة معروف على مستوى العالم، طب إيه رأيك في مدى الاحتمال اللي استحمله اللعيب الكرة ده؟ جري حبتين زيادة وهو بيعمل حاجة بيحبها، محدش ضغط عليه ولا حاجة. يعني طلع قدام الكاميرا ومثل فعملوه فنان. يعني فين الاحتمال اللي استحمله؟ مدى الاحتمال مقارنة باحتمال الشهيد ماري جرجس 0 على الشمال، بعيد أوي الكلام. يبقى اللي احتمل أكتر نكرمه أكتر، وندور في حياته ونشوف هو ليه ماري جرجس أصلاً قديس. ده عندنا أبونا جرجس. ولو دورنا في شعب الكنيسة نلاقي نص الناس عندهم عيال اسمهم، يجي لك طفل تسمي جرجس. ده أكتر اسم مسيحي منتشر
من الكرازة كلها إن لم يكن في المسيحية كلها اسم جرجس. مفيش فصل تدخله ما فيهوش جرجس، مفيش جيش كتيبة في جيش ما فيهاش واد اسمه جرجس. يعني جرجس ده منتشر وموجود ومعروف. إيه اللي عمل منه قديس؟ نرجع للتاريخ نشوف عيشته كانت ماشية ازاي. العيشة بتاعته والحياة هي اللي تبين مش بالكلام. عمرنا ما سمعنا عن قديس في السنكسار قال ايه؟ قال اصلك كتاباته كويسة. كتاباته كويسة؟ هو في احسن من كتابات اورجيانوس؟ بس الكنيسة قالت ده علامة، ما قالتش ده قديس. قالت العلامة اورجيانوس اللي كان بيكتب في 6 كتب في وقت واحد. يبقى مش بالكتابات. طب بالممتلكات؟ لا يا عمي لا، القداسة بالعيشة المشروطة محطوطة. عيشتك شكلها ايه؟ نحطك تبع القديسين ونزفك يا عم. احنا زفناك زمان وانت صغنطط. اسأل الاباء الكبار اللي عمدوكوا. ست هانم لبست الحتة التمام وشالتك ولبستك الابيض يا ريس. ما انت كنت في يوم من الايام طفل، اوعى تفكر انك كبير من يومك وانت طفل صغنطط كده وجم زفوك. واللي زي نشكر ربنا نتزف بدل مرة 2، مرة في الميلاد ومرة في الجثمان. نشكر الله. كده كده الزفة مستنيها، هتيجي الزفة، جاية الزفة. طيب عايزين نعمل منك قديس لأن هذه هي إرادة الله. إيه؟ قداستكم. يا رب نفسك في إيه؟ يقول عايزكم قديسين. أنا نفسي تبقوا قديسين. طب عيشة ماري جرجس تقول إنه قديس. ايوه، سنة 263 ميلاديا اتولد الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني. ابوه اسمه اناستاسي وامه اسمها سوبيستا. اناستاسي كان شغال في الجيش. الملك ايام اناستاسي كان فرحان باناستاسي قوي لدرجة انه خلاه تبع الحرس الجمهوري بالكلام بتاع اليومين دول. يعني منين ما يروح يدخل غزوة يدخل بتاع ياخد معاه اناستاسي يمشي معاه. رايح فين يا نصاص؟ يقول هو الملك يمشي في حته من غيري؟ ليه؟ ده انا معاه منين ما يروح. عارفه اناستاسي ده الملك حبه قوي قوي قوي. بس اول ما عرف انه اناستاسي مسيحي قال له تعالى لي يا اناستاسي، يا تسيب المسيحيه وتعبد الاوثان زينا يا هنقتلك قدام الناس. اتاري ابو ماري جرجس كان شهيد، قدم رقبته لمين؟ للسياف علشان بيحب المسيح. الواد ابنه جورجيوس ده ماري جرجس كان عنده ساعتها 16 سنة. اتربى في مخافة الله، أعلى مستوى التربية. ودي رسالة للواحد فينا. خدوا بالكم من عيالكم، خدوا بالكم من عيالكم. العالم مليان شر بره، الشر ملوش آخر بره، الشر كتير. خدوا بالكم من عيالكم، ربوا عيالكم في مخافة الله. صلوا لأجلهم واكتبوا أساميهم وحطوها على المذبح. اشغل بالك إنك تصلي للعيال اللي لسه طالعة بتتربى دي. هتربيها فين بعيد عن مخافة الله؟ الإنتاج الرسمي للأسرة المسيحية إنتاج قديسي. طلعتوا دكتور يا أبونا. دكتور؟ أيوة يا أبونا مميز. طب وفيها إيه لما يطلع قديس ويطلع دكتور قديس؟ أحسن ما يطلع دكتور وبيشرب حاجة كده ولا كده. هنقول لك تربية إيه؟ التربية الطين دي. إيه دي تربية دي؟ ربوا عيالكم في الصدق، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما يزيد عن ذلك فهو من الشرير. ربوا عيالكم في الأمانة لأنه الأمين في القليل أمين في الكثير أيضا. ربوا عيالكم يحبوا الصلاة لأنه قال لك صلوا كل حين ولا تملوا، باستمرار صلاة. ربوا عيالكم في مخافة الله في طاعة الوصية. سيد المسيح يقول إيه؟ من يحبني يحفظ وصاياي. طب اللي ما يحبنيش ما يعملش بالوصايا. إيه العربون بتاع إنك بتحب ربنا؟ تنفذ الوصايا. لما أقول لك تعالى كلني، كل من جسدي واشرب من دمي، ونايم مش عايز تيجي تصلي القداس تقول انا بحب ربنا. اخبار ربنا في حياتك ايه؟ تقول لي ده حبيبي. يا راجل حبيبك حب مع قف التنفيذ. بحبه وما بنفذش وصاياه وما بسمعش كلامه، ده مش حب بالمره. عايزين نربي عيالنا على كلمه عيب وكلمه حرام.
لما الواد يبص على واحدة ماشية يقول له يا ابني عيب، لما النظر إلى مرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. ربيه على كلمة عيب. اطفي السيجارة اللي في ايدك دي، عيب. سجاير عيب وحرام، عيب وحرام. انت طلع لنا باختراع جديدة؟ لا، انا اقول لك على حاجة، كل جنيه تجيب بيت جارة انت تقدر تحوشه، تجيب كيلو دم في القصر العيني تحط الدم ده في جتة واحد هيموت ناقص دم، يبقى منحت حياة لبني آدم. ايه رأيك؟ ايه رأيك انه الكم قروش القليلين اللي هتجيب بهم السجاير ممكن تمنح انسان حياة من جديد بسبب انك محوش القرشين بتوع علبة السجاير؟ يبقى السجاير ايه؟ حرام وعيب، مش بتضر الجسد، والجسد ده وزنه قدام ربنا لازم على طول قدام ربنا اقوته واربيه. جسدي ادربه واقوته واربيه واخاف عليه قدام الله، لانه دي وزنه. هيقول لي اديني الوزنه اللي انا مديها لك دفنتها ليه في التراب. خلي بالكم، اصلك احنا ما بنربيش عيالنا على حسب ما بنقول لهم. شفتوا اناستاسي عمل ايه؟ قدم رقبته للاستشهاد. طلع له جرجس ابنه عمل ايه؟ قدم رقبته للاستشهاد. زي ما بنعيش عيالنا بتطلع. خلي بالك يا غاليه، لو بتتكلمي في التليفون مع اختك وتقولي لها يعني بصي ما تقوليش لجوزك، انا ما رضيتش اقول له، خلي الموضوع ده بيني وبينك. بنتك سامعه انك بتخبي حاجه على ابوها، لما تيجي تخبي عليكي بقى لما تكبر وتبدا تعرف زيد وعبيد وتبدا تخبي عليكي، ما تقوليش انا مش عارفه البت دي طالعه كده ليه. يا حبيبتي شبهك، واخده منك وشاربه من عمايلك، مش بتداري على ابوها وسمعتك في التليفون فبتعمل زيك. اصلك التعليم والتربيه بالتلقين والكلام في المدارس ومش نافع، امال في البيت يبقى ايه؟ اوعى تعمل زي اللي في المدرسه، صدق ما تنفع خالص التربيه زي تربيه المدرسه. المدرسه هيحفظوهم، واول ما يمتحن ويجيب صدقني 100%، وسيبوا ال3 شهور بس دول وطلعوا مصيفين 3 ولا بتاع، واسالوا في اي سؤال ما يجاوبش ميح. هو بيذاكر عشان يحط اللي ذاكره في الورقه، ينجح يجيب درجات عاليه. هات لي ايس كريم بقى يا بابا، خلاص انا كده جبت اعلى الدرجات، عزمني في كنتاكي، يلا وديني يا بابا فسحني يا ابويا. ليه؟ انا جبت الدرجات العاليه وبعد تلاقيه نسي. اوعى نربي بالكلام، اوعى نربي عيالنا بالكلام. ماري جرجس تربى تربيه في مخافه الله. عارف لما حضرتك تبقى قاعد قدام التلفزيون، بسم الصليب، كل ده تلفزيون عنديكم؟ ده بيتشفط ده كده ولا ايه؟ بيتمط. لما تبقى قاعد قدام التلفزيون وتيجي حته بايخه كده في المسلسل ولا في الفيلم، حاجه بايخه يعني 2 بيحبوا بعض والحب عالي وانت متنح في المشهد، ايوه ومركز، فالواد يبص عليك ويبص على الشاشه، يبص عليك ويبص على الشاشه. اوعى تفكر ان الواد ده لما يكبر مش هيتفرج على حاجه بايخه وتقول انا عايزه اخد ولدي ده اوديه مركز لادمان الاباحيه علشان بدا يبقى قليل ادب ويتفرج على الحاجات البسيطه اللي بتقع مننا دي بتغرس في عيالنا طين وهباب، ما بتطلعهمش قديسين ابدا ابدا، ما ينفعش. تليفون يرن ما عايزش الرد انا على التليفون، فاقول لي بنتي ايه؟ خدي ردي وقولي لهم بابا دخل ينام بس استني لما اخش انام. تقول لي يا بابا طب ما احنا عايزين نقعد معاك. اقول لها استهدي بالله يا بنتي، ما انا مش عايز الرد وفي نفس الوقت هيرن 30 مره، ده رد عليه قولي له وانا هنخش ننام. ما انا مش عايز نكذب، هطلع بنتي كدابه، هتطلع كدابه لما نكذب. انا الحياه في مخافه الله، اوعوا تفكروها سهله. ده بقول لك ايه، اناستاسي عمل ايه؟ قدم رقبته للموت. فضل عايش جرجس مع امه و2 اخوات بنات، اساميهم صعبه ما عرفتش احفظها. والمهم كبر شويه، ابوه مات قدام عينيه. مش المفروض ده يحصل يا حبايب؟ لما ابويا يموت قدام عينيا يبعد عن المسيحيه؟ لا، ده تزاد ايمانا. للناس اللي بتقول هي طريق ربنا طريق صعب، ليه؟ ده المره الوحيده اللي السيد المسيح الزم فيها التلاميذ
متى ألزم السيد المسيح التلاميذ؟ مرة في الكتاب المقدس في الأربع أناجيل. حد كده شاطر يقول لي؟ هو دايما يوصيهم وصية جديدة: أوصيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا. يؤمر الله الآن، يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لكن المرة دي ألزمهم. متى ألزمهم؟ أن يركبوا السفينة. ألزمهم يركبوا السفينة. عارفين سمعوا كلامه أول ما ألزمهم وقال لهم ادخلوا البحر واركبوا السفينة، عارفين إيه اللي حصل؟ سمعوا الكلام وركبوا، بس الموجة عليت والريح زادت وشافوا الموت بعينيهم. هي إيه أعلى درجات الضيقة في الدنيا؟ العيا، الحادثة، الاحتياج والفقر. أعلى درجة خالص هي درجة الموت. المسيح له المجد ألزم التلاميذ، لما سمعوا هذا الإلزام داجوا الموت. بس خلي بالك، لو وصلت في الضيقة لدرجة الموت، لدرجة عالية قوي من الاحتياج والضيقة والوجع، طالما انك ماشي في إلزام المسيح اللي قالك عليه وبتنفذ الوصية، تراه يأتي إليك ماشيا على الماء. يعني اللي فوق العقل جالهم ماشي على المية ده، ومش بس كده، ده قال لهم: خد يا انت تعالى امشي على المية. ندى على بطرس قال له امشي، وقام مشي على المية. ايه ده؟ أصل لما بيلزمني بأمر وأنفذه، وهذا الأمر صعب جدا في عز الضيقة، خلي بالك، يأتي إليك ماشيا على الماء. يعني كل اللي فوق عقلك يتم بطريقة غير متوقعة. هو ده المسيح بتاعنا. طالب مننا علشان نوصل في القداسة نربي عيالنا في مخافة الله. نربي عيالنا في مخافة الله. عايز حاجة تاني مننا يا رب؟ يقول ممكن أتك على نقطة صغيرة وهي بطلوا شكوى شوية. إيه حالك؟ شاكية وباكية وعايطة وحاكية وجايلة اللي جواكي وريتك مرتاحة باستمرار. يا ابونا استنى يا ابونا، عايز اقول لك على حاجه. البت يا ابونا، البت ما اتجوزتش يا ابونا، البت ما اتجوزتش يا ابونا. اعمل ايه في البت اللي ما اتجوزتش يا ابونا؟ يا ابونا ايه ده؟ مين قال لك انه بنتك دي جت في الدنيا دي عشان تتجوز بس؟ فيها ايه لما ما اتجوزتش؟ معايشه ملكه برنسيسه، وفي اميره. هو ايه اللي اتخلقت عشان تتجوز؟ فاهمينها غلط يا عيني. عادي طالما انها عايشه في مخافه الله. طب ايه رايك لو اتجوزت وشيلها الطين ونكد عليها وتيجي تقعد جنبك يغضبها ويبعتها عند امها تاني؟ ايه رايك؟ لا، ما تتجوزش وتعيش في خير ابوها احسن. ما تتضايقيش عليها. اصلك احنا ايه؟ دايما شاكيين. الاحتياج وجعنا. لما الدنيا غليت علينا والاسعار ولعت اتوجعنا يا رجاله. مش راجل وحاسس باللي بقوله، ده احتياج علينا. كل الدنيا اللي غليت وجعتنا كلنا، فبقت الشكوى في لساننا باستمرار. اقول لك ايه يا ابونا؟ بس صدق مطايقها. اقول له ايه دي؟ المصاريف؟ يقول لي لا، اللي ماسكه المصاريف. الماسكه المصاريف ده الست هانم، صدق مطايقها. هات وهات وهات. هحول انا من كلمه وهات وهات دي. تعبت يا ابونا، تعبت. هي عايزه حبه احتمال. بدقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا ثقل مجد ابدي. لازم يبقى في ضيقه في الدنيا، لازم. وما نعيش الدنيا سبهلله هنا، يبقى مش هنروح فوق في النعيم الابدي. لينا قديسين زي ماري جرجس. الشاطر يصنع صداقه، دي حاجه اسمها بركات صداقه القديسين. احنا احسن شعب نبوس الصوره وهي معديه. رايحين فين؟ النهارده ماري جرجس يا ابونا، والزفه يا ابونا. استنى يا ابونا، استنى واحده واحده. ايه؟ استنى لما ابوس الصوره. ايه ده الشغلانه دي؟ وانا نكرم ماري جرجس ان انا ابوس الصوره بتاعته؟ لا 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 خالص. اقول له يا ماري جرجس قول لي، يديك الشفاعه كلها، اشفع فيا وقول لي عايز ابقى قديس، اعمل ايه؟ اديني الطريقه، الخطوات المتبعه للوصول لدرجه القداسه.
كراجل مننا نفسي ابقى قديس. اعمل ايه عشان اوصل للقداسه؟ القداسه التي بدونها لا يرى احد وجه الله. ادينا اشوف قد ايه في الدنيا اللي ربنا خلقها، ولكن كان في يوم من الايام كان في 2 مليون بني ادم، اللي ربنا انقذهم في الفلك كانوا 8 بس، والباقيين نزل عليهم الفلك وماتوا. يا رب انا عايز ابقى قديس، عشان شكلك كده يا رب انت مش هتخلي يدخلوا الملكوت غير القديسين بس. قدسني، عاوز ابقى قديس. يا مرجرجس قول لي الفوله فين؟ يقول لي اقول لك انا. انظروا الى نهايه سيرتهم وايه؟ وتمثلوا. يبقى انا ابص على مرجرجس واقول له اللي ادالك الاحتمال بدل السنه 7 سنين، اديني الاحتمال، اديني اعيش الاحتمال، حياه الرضا والشكر. شكر ربنا على ايه؟ على الورم اللي جه في ركبي بيخليني اجي الكنيسه بالعافيه. نشكر الله. عامل ايه يا استاذ؟ الحمد لله. ايه يا عم انت تتخانق معايا؟ ده انا بقول لك عامل ايه؟ قول الحمد لله ونشكر فضله. اشكر الله مش بالكلام، امال بايه؟ بالعيشه وبالحياه. انظر لنهايه السيره وعيش زي ما سيرته كانت ماشيه، ماسك في الايمان. جابوا له سم، حطوا له السم، قالوا له اشرب بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. شرب. السحر قال ايه؟ لا 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 لا، دي حركه سحريه عملها جرجس علشان ما يموت. اربطوا يكتفوا ايديه ورا ظهره، كتف. قال له اشرب، قال له اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. قال له اشرب زي ما تشرب، بس المهم انك تشرب. رشم الصليب. شوف قوه فعاليه الايمان بالصليب توصل لفين؟ تنقذه من السم المميت. واحنا مش عارفين نرشم الصليب كما ينبغي. رشمنا للصليب، بنرشم الصليب على الحاجه يعني تخيل ابونا كده لما يكون في عشيه ولا في قداس ويجي بكل ايده يرفعها لفوق، السلام ارني باصي. ايه يا ابونا؟ بيرشم علينا الصليب وانت بتتكلم مع اللي جنب منك، انت حاسس بفعاليه الصليب وعمل واشاره الصليب عليك. دي معناها ايه؟ يعني يا رب هات السلام الله الذي يفوق كل عقل وكبه على عيالك. هو ده النتيجه اللي نوصل لها، بس يعني علشان فعاليه الصليب ضعيفه مش مدركينها، يعني دينه على ما تفرج. عايزين قديسين في الكنيسه، عايزين قديسين. عارفين لو حضراتكم قديسين فعاليه الطلبه اللي بتصرخوا بيها وتقولوا لي ولا روحك ايضا تعمل فيا فقدم توبه صادقه وابقى معاكم من ضمن القديسين. كان كلام مش كلام قديسين. مش هنبوس في الصور، مش جايين نلف وزفه ونتبع اتباع اهل العالم بالزغروطه. يا ستي اللي كنت بالزغراطي الله يسامحك، ربنا يرحمك ويسامحك. العالم بره لما يحتفل بالفنان يزغرط ويسقف، في الكنيسه كل مهابه وخشوع لبيت الله، بكل مهابه وخشوع. زغرطه ايه اللي انت فرحانه بيها دي؟ ده انت تاخدي من الصوره وتقولوا له اللي ادالك احتمال يديني، جويني وخليني يبقى عندي ايمان، احب الصليب وامسك في الصليب واشاره الصليب طول ما يعدي من جنب منك. ابوس رفات القديسين. خلي بالكم القديسين ليهم مكانه عاليه، ده من غير الشهداء كان زماننا مش مسيحيين. هو ايه اللي وصل الايمان لينا غير الشهداء اللي بذلوا حياتهم ودمهم علشان الايمان يوصل لحد عندنا؟ ما كناش هنبقى مسيحيين يا مسيحيين. نشكر القديسين، نشكر ربنا على وجود القديسين الشهداء دول اللي بذلوا دمهم علشان الايمان يوصل لحد عندنا. احتملوا كتير علشان خاطرنا. مش تقول لي انا ما اعرفش مرجرجس ده، ما تعرفوش ليه؟ لا ده المسيح. اقول لكم على حاجه في العهد القديم، لما كان موسى بيتمشى في ارض مديان في البريه وماشي، بالرغم انه اتمشى في الارض دي 40 سنه، يحصل ايه؟ يحصل يلاقي العليقه مشتعله والنار لم تاكل اغصانها، لم تحرق اغصانها. فقال اميل لانظر لماذا تشتعل النيران في العليقه والنار لم تاكل اغصانها. فربنا قال له اخلع نعليك من رجليك لانه الارض اللي انت واقف فيها ارض مقدسه. فقال له انت مين؟ انت مين يا رب؟ قال له انا اله ابراهيم
وإله إسحاق وإله يعقوب. ربنا لما أراد بالتدبير الإلهي إنه يظهر لموسى النبي ويقول له هو مين، مرضيش يقول له أنا الذي كائن منذ البدء، أنا خالق السماوات والأرض وأنا صانع العجائب والمعجزات، أنا الذي لي السلطان المطلق، أنا الذي أشبع كل حي من رضايا. ما قالوش كل الكلام ده. أمال قال له أنت مين يا رب؟ قال له أنا إله إبراهيم. نسب نفسه لأبويا إبراهيم. مش هو ده إله ماري جرجس برضه ولا إيه؟ بينسب نفسه للقديسين، بينسب نفسه للي بيتقوا ربنا ويكرموا ربنا في حياتهم. يبقى ربنا ده بتاع مين؟ بتاع القديسين. أنا نفسي أقول له ربي وإلهي، يبقى حطني من ضمن القديسين. لما لقى الشر زاد والفساد الأخلاقي والنجاسات ملأت البلد في سدوم وعمورة، قال إيه؟ قال أنزل نار وكبريت من السماء أولع في كل الناس، ولكن هل أخفي على عبدي إبراهيم ما أنا قد أفعل، ما أنا صانع؟ لا، هرجع لأبويا لإبراهيم أقول له على ده إبراهيم ده خليل الله صديق الله. هرجع أقول له يا إبراهيم أنا هعمل الأمر الفلاني. قال له ديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأسيم. أنت بتقول إيه يا إبراهيم؟ قال لك أنا براجع ربنا في الكلام اللي قال عليه. مشيئة الله يحرق البلد، إرادة الله يولع في الناس، ينزل عليهم نار وكبريت، لكن أنا تدخلت في إرادة الله وناقشت الأمر وتحاججت معاه. يا رب أتهلك البار مع الأسيم، أديان العدل كله لا يصنع عدلا. فيقول له عايز إيه؟ يقول له لو لقيت 50 تسامحهم؟ يقول له ماشي. مفيش 50 يا إبراهيم. طيب لو 40 30، طب لو 20 أتسمح لي هذه المرة أن أقف وأتكلم أمام الديان العادل؟ قال له قول. قال له لو لقيت 10 تسامح البلد كلها بالملايين اللي فيها؟ قال له مفيش. عارفين يا حبايب لو في 10 كويسين كانت البلد ما ولعتش. 10 بس كويسين ما كانتش البلد ولعت. احنا كنا بنبكي بدل الدموع دم لما بيبان الكنيسة اتقفلت في وشنا أيام كورونا. لو كان في 10 كويسين ما كانتش البيبان اتقفلت. يا أبوي عطين وشيل الطين. كلام صعب متعب. يعني ما فيش 10 كويسين. كان عايز 10 كويسين بس يرفع الوبا والبيبان تتفتح، بس سمح ليه بقفل البيبان. بيدور على 10 كويسين. ده أمر صعب للغاية. لو واحد كويس في البيت يملى البيت بركة. واحد منكم يبقى كويس في العمارة اللي حضرتك ساكن فيها، يا بتاع مصر الجديدة اللي العمارة كبيرة. انت لو كويس واحد بس قديس في العمارة، صدق تبقى بركة للمكان كله. قال لأبويا إبراهيم إيه؟ أباركك وأصيرك بركة. يا أبوي بركة يعني مش البركة تبقى عندك في بيتك، لا، ده انت منين ما تروح تبارك المكان. كان ليا ابويا الله ينيح نفسه، كانت في عركه في البلد، وجم الاباء راحوا وجم تجاسروا كمان واخذوا العمده بتاعت البلد وقالوا له تعالى معانا يا عمده علشان العركه جامده وبيقتلوا بعض، الموضوع كبير. وراحوا والعمده برضه ولا بالتخويف نفع ولا بالمسايسه والتشجيع نفع. فجي واحد من الاباء الحلوين اللي عندنا جه قال له ما تيجي معايا يا عم عياد. قال له اروح فين؟ كلام اللي اقوله انا وده ناس كبارات واغنياء، انا راجل فقير. قال له بس تعالى معايا بس يا عم عياد. اخذه وراح بيه المشكله. هتقول ايه يا ابويا؟ يقول انا ما اقولش قدام الناس دي كلام، انا نقول ايه؟ ده متعلمين واغنياء وناس كبارات. انا بس رحت قالوا ان المشكله خلصت. انا ما عارفش يا ولدي خلصت ليه، انا ما عارفش ايه المشكله اصلا. انا بس رحت. عارف ايه؟ أصيرك بركه دي لما فعاليتها تشتغل من خلال علاقتك، واسير انا وانت على نفس الخطاوي اللي مشيوها نمشي زيهم. مش هو ده ماري جرجس اللي استحمل وجع ركب وانت واقف تصلي، استحمل تجوع مرة بالليل وتاخد العشاء اللي الهانم عامله لك وتنزل تديه للراجل الغلبان اللي تحت، وتنام جعان مرة على نفسك.
على نفسك كده، دوق طعم الجوع، دوق طعم الوجع بإرادتك، بدل ما يجيلك من بره غصب عنك تبقى مشكلتك مشكلة. دوقه بإرادتك مرة. قول أنا النهاردة سهران هصلي طول الليل بدموع عينيا، ليه؟ عشان ربنا يغفر خطية فلان. إيه ده أنت حاطط كتفك وشايل ليه؟ يقول لك أنا شايل خطية أخويا، مش احتياجات أخويا، ده أنا شايل خطيته بصلي عوضاً عنه، بعمل مطنيات ونازل أصلي وأبكي قدام ربنا، أقول له يا رب يا رب اغفر لي خطيتي اللي أخويا عملها. نسب الخطية. قال إيه بولس الرسول؟ قال له أنا أوفي، هو مديون بس أنا أوفي عوضاً عنه، بقدم توبة عوضاً عن أخويا اللي مش عاوز يتوب. ما ده سكة من سكك القداسة. سكة القداسة مش بالساهل، مش انك تيجي باشا سلطان ولما يجي ابونا يقف على المنجليه ويقول اللي ما حضرش قرايه الانجيل ما يتناولش. ليه يا ابونا؟ ايه الشغلانه دي؟ يعني اللي ما حضرش ما يتناولش؟ ما نتناول يا ابونا، احنا جايين يا ابونا عايزين نتناول يا ابونا، اتاخرت راحت عليا نومه مش مشكله. صدق ابونا بيحطك على الطريق السليم وبراحتك يعني هو اللي تناول بعد ما نفذش كلام ابونا بيجي قديس. ده راضينا العملية والصحة النفسية اللي فيه بس، لكن ما طلعنوش خطوة لقدام في حياته الروحية. لا نفذ كلام الكنيسة وتعالى اقرا الانجيل، لانه كلمة الله تغسلني فابيض اكثر من الثلج، وقال لي انتم انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. نفذ بس الوصية. ده من يحبني يحفظ وصاياي. احط الوصية في التطبيق العملي وليس في الكلام وحفظها. ما قال لي الشاب الغني ايه لما راح له الشاب الغني؟ قال له قول لي ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصية. قال له ده أنا حافظها من وأنا صغير. قال له لا أقصد أعملها. مشي مضى حزينا، ما كانش عايز يبيع. القديس الأنبا شيشوي، القديس الأنبا شيشوي عشرات السنين في نهاية أيامه في الدير، قداسة عالية قوي والكل بيشهد له في قداسته. ولما جه يموت يتنيح، اتلموا حواليه ولاده الرهبان المحبين ليه، جم حواليه كده ياخدوا بركته قبل ما يموت. فقال لهم ايه؟ قال لهم يا اباء صلوا لاجلي. قالوا له نصلي لاجلك ايه؟ قال لهم نفسي يا رب انا يديني فرصه اقدم توبه قبل ما اموت. قالوا له توبه؟ انت لسه عايز تتوب؟ قال لهم ايوه انا نفسي اقدم توبه، ربنا يديني فرصه اقدم توبه واتوب قبل ما اموت. سمعوا صوت من السماء بيقول ائتوني بتائب البرية. تائب البرية يقول عايز فرصة توب. ولما اجي اقول لك انت مين اب اعترافك؟ تقول لي الله يريح نفسه تنيح في 96. انت من 96 ما اعترفتش؟ ما انا ما بنعملش حاجة يا ابونا. شايفين نفسنا احنا احسن الناس واحنا اشر الخطاه. القديسين هم اللي بيقولوا ارحمني يا رب انا عبدك الخاطئ. بس هم دول القديسين اللي بيقولوا كده. يعني عارف العشار والفريسي دخل قال له يا رب أنا لست مثل باقي الناس وبعشر الفلوس اللي معايا، ولست مثل الخاطفين ولا الزناة ولا زي العشار ده كمان. لكن العشار قال له ارحمني يا رب أنا عبدك. مين اللي خرج مبررا؟ اللي يدخل بكل مهابة وخشوع الكنيسة ويوطي راسه ويقول له أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك بمخافتك. ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطئ. صدقني ده اللي يروح مبررا. هي سكة التوبة وسكة القداسة للدرجات دي صعبة يا أبونا؟ لا ده في سكة سهلة خالص. أبويا حبيبي حكى لي على حدوتة على واحد، أبويا لوجا صدروس، يقول إيه قدس أبونا ده؟ يقول في واحد اسمه عم سمعان سنة 1950 كان شغال زبال، وهو رايح الشغل بتاعه يروح يقف على باب الكنيسة عشان ريحته وحشة ولابس لبس وكان لابس برنيطة كده. يروح على باب الكنيسة يقلع البرنيطة ويقول له صباح الخير يا ربي يسوع، اقف معايا وارزقني. ويلبس البرنيطة ويروح الشغل. يفضل يشتغل طول النهار وبالليل وهو راجع يعدي على الكنيسة. أول ما يدخل عند الكنيسة يجي قلع البرنيطة يقول له مساء الخير يا رب يسوع، شكرا على الرزق اللي رزقته لي، شكرا، نتقابل بكرة على خير لو سمحت. ويلبس البرنيطة ويروح. عمل الكلام ده عشرات السنوات. وجه السل
السل موت مراته وبناته الاتنين وبيجي لوحده، وبعد فترة صغيرة عيد دي يعني مرض، يعني جاله مرض. فالمحبين اللي في الكنيسة أخدوه شالوه هلا بيلة وراحوا ودوه مستشفى ودفعوا فلوس المستشفى وقال لهم عالجوه. بعد مرور فترة الممرضة تقول له إيه يا عم سمعان؟ إيه؟ أنت مقطوع من شجرة؟ مفيش حد خالص يجي يسأل عليك، إحنا خايفين لا تموت ما نعرفش نروح بجثتك فين. أنت يا عم سمعان جيت لنا منين بس؟ أنت تبع إيه يا عم سمعان؟ طيب مفيش زيارة من أي حد ليك؟ قال لها ازاي الكلام ده؟ انا كل يوم الصبح بيجي لي زياره وبالليل يجي لي زياره. قالت له زياره ايه؟ قال لها السيد المسيح له المجد بيجي لي الصبح يقول لي صباح الخير يا سمعان، شد حيلك وانا معاك. وبالليل يجي لي تاني السيد المسيح له المجد يقول لي مساء الخير يا سمعان، اتمسك بيا وما تخافش انا معاك. فقالت ده الراجل شكله فوت، ما التحاليل والاشعاعات بتقول انه جرب يموت، يعني كل حاجه باظت حتى مخه. فراحت في قداس قالت لابونا يا ابونا عارف عم سمعان اللي وديته المستشفى؟ انا الممرضه بتاعته، عم سمعان بيخرف يا ابونا وبيقول انه السيد المسيح بيجي له في ظهرات الصبحيه وبالليل. قال لها كلام ايه الكلام ده؟ لحسن يطلع قديس، ده كانت مراته ست تقيه وبتاعت ربنا. طب اروح ازوره. ابونا راح يزوره، ازيك يا عم سمعان انت وشك منور كده ليه؟ يقول له خلاص من المرض يعني تفشى في جسمي كله وجرب يخلص عليا. ايوه خلاص يعني المرض مسكني. انت يا عم سمعان قول لي هو في حد بيجي يزورك؟ قال له ايوه يا ابونا، في البني ادمين انت اول واحد تجي لي، لكن السيد المسيح بيجي لي كل يوم الصبح وبيقول لي وبيجي بالليل وبيقول لي. قال له طب امبارح جالك بالليل؟ قال له ايوه يا ابونا، ده النهارده الصبح جه قبل منك يا ابونا، جه هو الاول. قال له طيب قال لك ايه؟ قال لي خلي بالك يا سمعان الجمعه الجايه هاجي اخدك، جهز نفسك انا هاخدك الجمعه الجايه. قال له طيب يا سمعان شكلها طارت منك خالص، على العموم انا الجمعه الجايه نصلي القداس ونجيلك. قال له ماشي. ومشيت الايام والجمعه جت، ابونا صلى قداسه وراح يزور عم سمعان في المستشفى. قال له يا عم سمعان يعني الدوره الدمويه شدت حيلها كده معاك ووشك نور يعني من جديد، التحاليل بره بتقول انك هتموت بس وشك منور كده تمام. قال له ايوه يا ابونا انا مستنيك، انا فرحان انك جيت. قال له طيب المسيح جالك؟ قال له بيجي كل يوم الصبح وبالليل. قال له النهارده الجمعه جالك؟ قال له استنى اهو جه اهو. ماشي. ومات عم سمعان زي ما كان جاي لابونا من قبل كده. طريقه ساذجه جدا لتكوين العلاقه مع الله بدون الدراسات والبحث العلمي والعقيده والامور الصعبه. انا ما بنصعبش عليك الامر، بقول لك عم سمعان دخل الملكوت اهو قدام عيان بيان قدام ابونا ودخل الملكوت اهو. انا ما بقولكش يا اخوي القبط مهم في الكنيسه، بس لما فهمتش معلش من النوع اللي ما بيفهمش قبطي ما تزعلش، بس اتجي ربنا اتجي ربنا. اهم لغه في الكنيسه القبطي، على عيني وراسي رقم واحد القبطي طبعا ده لغه اجدادنا، القبطي لازم القبطي، بس لما بتفهمش قبطي ما تزعلش قوي، حاول تجتهد. معرفتش اتجي ربنا. الديانه الطاهره عند ربنا هي ايه؟ هي افتقاد الارامل والايتام وحفظ النفس، الانسان نفسه طاهرا. هو ده العيشه التقيه امام الله، تجول تصنع خير وتحب كل الناس وتنفذ الوصيه عشان نبقى قديسين، ما نبقاش كما لقوم عاده. القداسه بدونها لن يرى احد وجه الله. القداسه مطلب من الله، هذه هي اراده الله قداستكم. فلنحيا في القداسه، نجتهد ان نصنع صداقه مع القديسين، نمسك في كل قديس وكل واحد فينا وليه شفيعه، وتشفع براحتك مع القديس اللي يعجبك، بس خلي بالك انت من ولاد ماري جرجس. لو سالنا ربنا ونقول له يا رب انت مين؟ يقول انا اله ماري جرجس. فلما يبقى شعب ماري جرجس تشفع زي ما تتشفع، بس شفيعك الرئيسي هو ماري جرجس، يدي لك الاحتمال، يدي لك التربيه الصالحه والنقيه، يدي لك حياه القداسه والنمو
كل يوم في معرفة شخص الرب يسوع المسيح. ربنا النهاردة في عيد ماري جرجس يدينا نطلع خطوة لقدام في حياة القداسة. نطلب من قلوبنا، نقول له احنا خيبتنا تجيلة، ما عرفناش نبقى قديسين، بقالنا سنين وأيام ومش عارفين. تنعم علينا بالقداسة من عندك، تقدسنا فنتقدس، تدينا نحضر قداس، ولما يصرخ أبونا القدسات للقديسين نصير قديسين بالفعل عشان نتقابل مع القدوس، فنطلع من الكنيسة قديسين بعد ما ناخد القدسات. ربنا يدينا نرفع ايدينا ونطلب منه، نقول له يا رب قدسنا باسمك القدوس وبروحك القدوس يعمل فينا، فنمتلئ بالروح فنتقدس من الآن وإلى الأبد. آمين.